سلام سلام مازال مرة في الأوان عسلامة جيسبر تكونوا كامل بخير. جيسبركم ما تخليكم نلقاكم كامل بالصحة والعافية. اليوم وليت لكم وجبت لكم رولي تاع الباتيسير بأسهل طريقة والبنة ولا أروع. تقدري تحضريه في أي مناسبة يعني خفيف وظريف وما فيهش بزاف المقادير وجد اقتصادي والبنة ما نحكيلكمش عليها صدقوني واحد البنة ولا أروع، خاصة لمحبين تاع الباتيسير كيما بحالتي أنا نموت عليه. البنة ولا أروع. بلا ما طول عليكم نجزو للطريقة والمقادير. أولا عندي البسكوي هنا نديرو فقط بالمغرفة، سمحوا لي برك على الفيديو ما درتلكمش الفيديو كي درت البسكوي. درت خمس حبات تاع البيض عفوا مع 5 مغارف تاع السكر 5 مغارف تاع الزيت و5 مغارف تاع الحليب وقرصة تاع الملح وخلطهم. من بعد ضفت 5 مغارف تاع الفرينة مع كيس تاع خميرة الحلويات ودخلتها للفرن مدة 6 دقائق. بعد ما طاب كيما راكم تشوفوا درتلو الشوكولاتة ذوبتها لحم مائي، من بعد درت لا كريم شانتيي، من بعد جبت الفراولة أو الفراس قطعتها قطع صغيرة وضفتها ثانيك. رايحة نرولي البسكويت تاعي كيما راكم تشوفوا، من بعد راح ندخلو للثلاجة حوالي نص ساعة حتى وين يشد روحو. وهذيك لا كريم شانتي اللي بقات ليا رايحة نديرها من الفوق بيان سور. يعني صدقوني الطريقة جيت سهلة وخفيفة وما فيش بزاف المقادير بزاف وما يعييكمش تاني. والبنة كما قلت لكم مضمونة 100% على بالي بلي رايحة يعجبكم كامل. الطريقة والتزيين كما راكم تشوفوا في الفيديو. من بعد راح نجيب فرشيطة وندير هذه الخطوط للتزيين فقط. ونرش عليه الكاكاو مع سكر غلاس هنا للتزيين فقط، كل واحد كيف يحب يزين الرولين تاعو. انا اعجبتني هاد الطريقه. فوالا هذه هي الوصفه نتاعي تاع رولي تاع الباتيسير. كما قلت لكم غير بالمغرفه ما نسحقوش يعني المقادير بزاف. نتمنى تعجبكم الطريقه والمقادير والى الحصه المقبله ان شاء الله. مع السلامه.